كان في شاب اسمه لاو تشينج بيحاول يتصل من تليفون في الشارع، بس الفلوس بتقع منه تحت تلاجة كانت موجودة جنب التليفون، وبيحاول يجيبها بس ما قدرش انه يوصل لها. بعدها لاو تشينج بيستخدم ايده اليمين وشال التلاجة كلها بايده لوحده، كأن عنده بالظبط قوة خارقة في الايد دي وبيقدر يجيب العملة. بس بنلاقي الحارس بتاع الامن راح للشاب ده وقال له انه ازاي بيتكلم من التليفون ده، وبعد كلام كتير بينهم اتفاجئ لاو تشينج ان في حرامي بيسرق شنطته. وبنروح بعد كده للاو تشينج وهو بيجري ورا الحرامي، بس الحرامي ولاو تشينج تعبوا من كتر الجري ووقفوا. واتكلم لاو تشينج مع الحرامي، وبعد كلام بينهم حاول الحرامي يهرب تاني، وحاول لاو تشينج يحذره انه لو هرب هيضربه، بس الحرامي فاجئ لاو تشينج وضربه وحاول يهرب. فقام لاو تشينج من على الارض وضرب الحرامي في ظهره، وحاول لاو تشينج انه يضرب الحرامي بايده اليمين، بس حاول يسيطر على نفسه وساب الحرامي وراح ياخد شنطته علشان يمشي. بس الحرامي ضربه في ظهره وحاول الحرامي يهرب، بس لاو تشينج وقفه، والحرامي وقف وعايز يبدأ معاه قتال، بس الحرامي فتح باب حاجة كده زي باب التلاجة وجت في ايد لاو تشينج وكان هيمشي بالشنطة، ولاو تشينج وقفه وقام وضربه بايده اليمين. وبنتفاجئ ان الحرامي طار من قوة الضربة، وتقريبا كده الحرامي فكر ان في عربية خبطته، ما هو مش معقولة دي ضربة بني ادم برضه. وبيتفاجئ لاو ان عنوان صاحبه اللي جايله ضاع منه، وهو ما يعرفش حد في البلد دي، فقرر انه يمشي مع الحرامي لانه ما يعرفش حد في البلد غيره. وبنعرف بعد كده ان الحرامي اسمه سمارت، واخد لاو معاه وراح بيت، وبنعرف ان البيت ده بيكون بتاع اخت سمارت واللي اسمها بنغ، وبنشوف في البيت ده مجموعة رجالة موجودين فيه، وبينده سمارت على بنغ وبيدخلوا الأوضة وبيتكلموا. وكان لاو تشينج بيعرف نفسه لمجموعة الرجالة دي، بس كانوا كلهم مستخبين ورا الجورنال اللي في ايديهم، وكل ما بيتكلم مع واحد منهم بيقوم يمشي. واتفاجئ سمارت وبنغ ان الرجالة دي مش موجودة، وسألته فين الزباين بتوعها، فقال لها انهم مشيوا. وبعد كده دخل سمارت للأوضة اللي هيقعد فيها، ودخلت بنغ معاه، وبعد كلام كتير بينهم اكتشف لاو تشينج ان البيت ده مكان مشبوه، وقام علشان يمشي فاتفاجئ ان في ناس دخلت عليه وضربوه. وبنروح لبيت سمارت، وقدر لاو تشينج انه يعرف مكانه وراح له البيت وضرب الباب بايده اليمين وكسر الباب. وبدأ لاو تشينج يجري ورا سمارت علشان يقلعه هدومه، وقدر لاو تشينج انه يمسكه وقطع له الهدوم، وفضل سمارت بالهدوم الداخليه وحاجه تكسف يعني. وبنروح بعد كده لاو تشينج وهو بيحاول يلاقي شغل، بس للاسف مش لاقي اي شغل، وكان قاعد في البيت وهو بيتكلم مع سمارت الزفت. وفجأة سمعوا إعلان عن بطولة وإن اللي هيفوز فيها هيكسب 10 مليون، وطلب سمارت من لاو إنه يشارك في البطولة، بس لاو تشينج ما ردش عليه. تاني يوم سمارت ولاو تشينج كانوا خارجين علشان رايحين شغل في مطعم، بس كان أسلوب سمارت وحش جدا مع الزباين، وحاول لاو يتكلم معاه علشان يتصرف بأسلوب كويس شوية. وبنروح على ترابيزه كان موجود فيها عدد كبير من الاشخاص، وكانوا بيتخانقوا على مين ياكل طبق اللحمه لوحده، فلاو تشينج بيروح لهم وقال لهم انهم يقدروا يطلبوا طبق كمان وهو هيحاسب عليه علشان ما يتخانقوش. بس الناس دي اتعصبوا وحاولوا يضربوا لاو، وجه سمارت علشان يساعده، وبدات الناس دي تجري وراهم في المطعم وقدروا يمسكوا سمارت وكانوا هيضربوه، بس لاو راح لهم علشان يساعده، فمسكوا في لاو تشينج واتلموا عليه. فسمارت شغل دماغه ومسك بنت اسمها ناندي وحط السكين على رقبتها علشان يسيبوا لاو، وفعلا سابوه. وفجأة بيظهر شاب اسمه واي وبيضرب الناس دي، وبتهجم ناندي على سمارت وبتضربه بالرجل في وشه، وواي كمان بيضرب سمارت وبياخد السكينة منه وبيحطها على رقبته. وبيحاول لاو تشينج انه يتكلم علشان يهدي الموضوع، بس واحد بيتكلم وبيسكته، رد عليه وقال له انه من مدرسة الفنون القتالية فوق. وبعد كده بيمشي واي وناندي من المكان، وبعدها لاو تشينج بيدعي ربنا انه يوجهه للطريق الصح. وفجأة الهوا بيحدف عليه ورقة جورنال وكان مكتوب فيها اعلان عن البطولة اللي كانوا بيعلنوا عنها في التلفزيون، فقرر لاو تشينج انه يروح. وبعدها في مدرسة لتعليم الكونج فو بنلاقي لاو وسمارت داخلين هناك علشان لاو يقدم في المدرسة دي، وبنروح لأوضة جوه المدرسة دي وبنلاقي مجموعة من الأشخاص بيتفقوا إنهم يقتلوا شخص، وفي نفس الوقت بيدخل عليهم شاب وبيقول لرئيسهم إن في شابين عايزين يبقوا طلاب هنا، وبيكون الشابين دول سمارت ولاو تشينج، وطلبوا منه إنهم يتعلموا، والرئيس اخد منهم فلوس وقال لهم انهم اول درس هيتعلموا القتال. وبيكون الناس اللي راح ليهم لاو وسمارت وصلوا للمكان المطلوب علشان يقتلوا الشخص اللي قالوا عليه، وبيحس الشخص ده بيهم وبيطلب منهم انهم يطلعوا، وفعلا بيطلعوا ليه، وبنكتشف ان الشخص ده صاحب مدرسة الفنون القتالية فوق. وبعد كلام كتير بينهم بدأ الدكتور فوك وده اللي عايزين يقتلوه يقتلهم بشمسية كانت في ايده، لحد ما وصل للرئيس بتاعة المجموعة دي وحط راس الشمسية على رقبته وقال له انهم لازم ينهوا الموضوع ده. وكان بيحاولوا ان يهدي الموضوع، بس فجأة واحد من اللي كانوا واقعين على الارض قام ورش تراب في عين فوك، وحاول الشخص اللي كان بيتكلم الدكتور معاه انه يهجم عليه، بس لاو تشينج وقفه. وفجأة بيظهر ناندي وواي اللي كانوا في المطعم،
وناندي بتروح على الدكتور فوك وبتقول له يا بابا. بعدها بيقرر لاو وسمارت انهم يهربوا من هنا خالص. كان في واحد بيحاول يهاجم ناندي من ظهرها، بس الضربه بتيجي في لاو ووقع من مكان عالي جدا واغمى عليه. بعدها الرجاله بتهرب من الدكتور فوك، وواي بيشوف سمارت هو بيحاول يساعد لاو ولسه هيهجم عليه يضربه. الدكتور بيقول له سيبه لان لاو ده انقذني من شويه. بعدها لاو بدا يفوق ولقى نفسه في مكان غريب جدا، وفجاه بيلاقي الدكتور فوك وهو بيساله عامل ايه. فرد عليه لاو تشينج وساله هو فين، فالدكتور قال له انه في بيته وساله عن مكان بيته فين، وحكى لاو تشينج حكايته للدكتور باختصار. وبعدها دكتور فوك ساب لاو تشينج علشان يرتاح. بعد كده بنروح عند سمارت العبيط، وكان بيكتب رساله حب وكان بيكتبها لناندي بنت الدكتور فوك، وراح حطها في اوضتها. وبعد ما مشى بنشوف لاو تشينج هو كمان رايح يحط لها رساله، بس بتدخل ناندي اوضتها ومش بيعرف يحطها، وهي قعدت على السرير وكان لاو بيبص عليها من ورا الشباك، وهي بتحس بحركه فبتقوم تشوف مين، وهو بيهرب شافته وكانت مبسوطه جدا لانها برضه معجبه بيه. سمارت راح يسأل ناندي على الرسالة وهي بتتكلم ومفكرة ان لاو هو اللي بعت الرسالة، وقالت لسمارت انها كتبت رسالة واخدها وفكرها ليه، بس هي قالت له انه يدي الرسالة دي للاو، فبيتصدم. فقالت له انها بتعتبره اخوها، فهو قعد يعيط. فسألته بتعيط ليه، فقال لها انه اتأثر، وطلبت منه ما ينساش انه يدي الرسالة للاو تشينج. بنروح بعد كده عند دكتور فوك وكان بيقرأ في الجورنال، ودخل عليه لاو والدكتور شافه وسأله هو مستعد انه يرجع بيته، بس لاو قال له انه عاوز يتعلم الكونج فو. اما الدكتور ما كانش شايف انه موهوب اصلا، بس لاو قال له على ايده اليمين وانها قوية جدا، فحاول الدكتور انه يختبره. ولما لاو ضرب الدكتور بايده اليمين، الدكتور كان حاسس بوجع كبير جدا، بس عمل نفسه من بنها وانه ما تأثرش. بس مع الوقت ده بتدخل ناندي وبيكون المعلم فوك مبسوط جدا لانها انقذته من قبضة لاو، وقالت له ان في ناس مستنيه بره، وفعلا سابهم وطلع. والناس دي كانت من اليابان وعايزين يتعلموا الكونج فو الصيني، بس المعلم رفض يعلم اليابانيين وطلب منهم انهم يمشوا. وفي واحد منهم بدأ يشتم في الصين وان مفيش حد يقدر يواجههم، فبيقوم واي يزق لاو علشان يبان انه عاوز يدخل مع الياباني في قتال. بس لاو قعد يتكلم كتير على ان الصينيين جامدين وكده، وكان مفكر ان كل ده تصوير ومش حقيقي. وفجأة بيدخل عليهم شخص لابس زي الكونج فو التقليدي وجاي علشان يضرب لاو تشينج. المحارب الياباني بيشيل لاو وبيلف وبيرميه على الارض وبيضربه، وبيضرب لاو بالكوع في بطنه، وبعد كده بيشيله لفوق وبيلفه في الهواء وبيرميه في الحيطه وبيقع لاو على الارض. ولما بيجي لاو يقوم، راح المقاتل ده شاله تاني ورفعه لفوق ونزل بظهر لاو على ركبته وضربه تاني بالكوع في وشه، خلى وش لاو ينزف ووقع على الارض. وبعد كده الياباني ده قعد يتريق على لاو، بس اتفاجئ ان لاو امن على الارض تاني، فراح المقاتل ده مسك لاو، بس فجأة لاو مسك دماغه وضرب المقاتل بايده اليمين، خلاه خرج بره المكان اللي هم فيه من قوة الضربة، وطرد اليابانيين زي الكلاب. بعد كده بيقبل المعلم فوك ان سمارت ولاو يتعلموا الكونج فو في مدرسته، وكان اللي بيدربهم واي، وكان واي مش بيحب لاو فقرر انه ينتقم منه، وهم بيتمرنوا على الكونج فو وكان بيضربهم على طول. وناندي شافتهم وكان لاو بيمثل انه تعبان، وواي قال له كفايه تمثيل وقال لناندي تسيبه وهو هيهتم بيه، وفعلا مشيت. بعدها طلب لاو من سمارت انه وصل رساله لناندي، وفعلا اخذ سمارت الرساله يوديها لناندي، وكانت ناندي في الوقت ده بتولع بخور الاله بتاعهم. بس فجاه في حد بيحط منديل على وشها فبيغمى عليها وبياخدها على اوضتها، وبيكون سمارت لسه موجود في الاوضه وبيسمع حد جاي فبيستخبى في الدولاب. وبنكتشف بعد كده ان الشخص اللي خدر ناندي هو واي. في نفس الوقت بيكون لاو بيدور على السرير بتاعه على حاجه، وفجاه بيشوف الرساله اللي كانت بعتتها ناندي ليه قبل كده، لان سمارت ما كانش اداله الرساله فقرر انه يروح ليها. بس فجأة شاف حرامي راح يمسكه، وطلع الحرامي ده صاحبه اللي كان بيدور عليه، وسأله بيعمل ايه هنا، فقال له انه بيسرق، وقال له ان في حرامي تاني في اوضه ناندي، فراح لاوضه ناندي بسرعه ودخل لاو وشاف واي وبدأ يضربوا في بعض. وكان الشاب متفوق على لاو وبيضربه، ولما سمارت سمع صوت لاو خرج من الدولاب وبدأ يدافع عن لاو، بس واي ضربه. وفجأة بيدخل المعلم فوك وبيتهم واي لاو انه حاول يغتصب ناندي، بس المعلم صدق واي لان لاو كان قالع الجاكيت بتاعه علشان يغطي بيه ناندي، وحاول لاو انه يثبت براءته، بس المعلم طرده من المدرسه. بعدها سمارت ولاو كانوا بيتخانقوا لان لاو عرف ان سمارت بيخدعه وانه بيحب ناندي، وانه بدل الرساله بتاعته بواحده تانية وقطع بتاعته. وبعد كده اخد صاحبه كيونج ومشى. بنروح بعد كده للاو اللي قرر انه يعيش مع كيونج، وفعلا وصلوا البيت، بس كان موجود فيه مجموعه من العواجيز وبيخططوا علشان يسرقوا بنك، وكانوا بيتكلموا كل ده قدام لاو، وكانوا عايزين يسرقوا علشان يبقوا مشهورين. بس كيونج قال لهم انهم يدربوا لاو على الكونج فو ويدخل البطوله ويكسبها ويكونوا مشهورين وهيكسبوا 10 مليون، فقرروا يختبروا قوته وهو رفض علشان هم كبار في السن. بس قرروا بعد كده انه يبقى معاهم في سرقه البنك
عند البنك اللي المفروض هيسرقوا لاو والعواجيز قعدوا يتكلموا قبل ما يقتحموا البنك، وكان العواجيز بيفهموا لاو هيعمل ايه. ودخل لاو تشينج البنك وادى موظفة الاستقبال ورقة مكتوب فيها انه عاوز مسدسها، بس البنت كانت خايفة وقالت له انه مش معاها وهتسأل زميلتها، بس برضه ما لقتش معاها. وكان لاو بيهددهم انه معاه مسدس، فقالوا له ان البنت التخينة اللي في شباك 9 معاها مسدس. ولما راح لها اداها وردة وكانت مفكرة معجب بيها فسابها ومشى. ولما وصل لاو عند العواجيز وقرروا انهم يدربوه، وفعلا دربوه. وجه يوم المسابقة ووصل لاو تشينج ومعاه فريقه، وهناك شاف سمارت كان بيبيع تذاكر، فدخل لاو لمكان الحلبة وشاف المعلم فوق وكان معاه واي وناندي، وبدأت المنافسة وجه دور لاو. بس هم اعتمدوا على الغش وكانوا بيشغلوا الحكم في مشكلة بره علشان ما يشوفش اللي لاو بيعمله، وقدر لاو يفوز بالغش طبعا. اليوم التاني في المسابقة كان دور لاو انه يقاتل المعلم فوق، بس المعلم كان تعبان وراحت ناندي تجيب الدواء، ولو شافها وراح معاها ودخل وراها الأوضة وكانت عايزة تمشي، بس هو منعها وحاول يفهمها انه ما عملش حاجة. بس فجأة دخل عليهم واي وضرب لاو وطلب من ناندي تطلع، وفعلا طلعت بس ما لقتش ابوها. وكان واي بيضرب لاو وبيتكلم معاه وبيعترف عن اللي عمله. والمصيبة بقى ان المعلم كان بره وسامع كل الكلام ده. بعدها طلع لاو على الحلبة والمعلم قال له انه لازم يكسب علشان يتجوز بنته، لانها ما ينفعش تتجوز واحد فقير، وانه لو كسب هياخد ال10 مليون. وبكده بيفهم لاو ان المعلم عرف الحقيقة، وبدأوا يضربوا في بعض بالأيادي، بس كل واحد فيهم بيقدر يتفادى ضربات التاني. وبعد كده ضرب المعلم لاو في وشه وكان هيقع على الأرض، بس المعلم لحقه وساعده انه يقوم، ورجعوا كملوا القتال تاني. وفي وسط القتال المعلم بيتعب وبينقلوه على اوضته، وبيروح واي علشان يطمن على المعلم، بس المعلم ضربه وقال له انه عارف هو عمل ايه وانه حاول يغتصب بنته. وقتها قام واي وحاول يخنق المعلم وفعلا خلص عليه. ولما بتدخل ناندي بيقول لها ان اللي خلص على المعلم هو لاو وانه هينتقم منه. بنروح للحلبة وبنشوف لاو وواي وبدأوا القتال، وكان واي بيضرب لاو ولو ما كانش بيقاوم لانه حزين جدا على موت المعلم، وكان واي بيضرب لاو في وشه كتير جدا لحد ما وقع على الارض. وقام تاني بس رجع واي يضرب فيه من غير ما لاو يقاومه. وفي اوضه تغيير الملابس كانت ناندي قاعده وكان معاها واحد شاف واي وهو بيقتل المعلم، وحكى لناندي على كل اللي حصل. وبتحاول انها تطلع علشان تروح للاو، بس بيمنعها شباب صحاب واي، وبيظهر فجأة سمارت وبيساعدها. وبنرجع تاني للحلبة وبدأ لاو يقاوم واي وضربه بايده اليمين طياره بره الحلبة خالص. وبينزل لاو وبيرجع له تاني للحلبة وبينزل فيه ضرب وكتفه في الحبال، وفضل يضرب في وش واي بايده وبرجله لحد ما نزف وقدر انه يفوز بالمباراة. بنروح بعد كده لسمارت اللي كان ماشي من مكان المسابقة وشافوا لاو واتكلموا مع بعض وكمان سامحوا على اللي حصل منه، والعواجيز اخدوا الشيك بتاع الجايزة. وبنشوف سمارت وناندي ولاو تشينج بيضحكوا على العواجيز وهم بيتخانقوا. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.